فاسمعوا ماذا قال العلماء: العاق لأبويه، العاق لأبويه، يعني الذي هذا حاله الله لا يبارك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما تشوف لي حالك زعيم، ما تشوف حالك قائد، ما تشوف لي حالك وجيه بالبلد. سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ووقف عندها وبكى حتى أبكى الصحابة. هذا سيد العالمين، هذا سيد القادات محمد وقائد السادات محمد، يقف عند قبر أمه ويبكي حتى أبكى الصحابة، وهذا عند قبرها. أنت اليوم مع أمك التي ما زالت على قيد الحياة، أين أنت من إرضائها؟ هل تقبل يديها ورجليها؟ أم أنك تصرخ عليها؟ أم أنك تسبها؟ أم أنك تضربها برجلك أيها الملعون؟ اعلموا أن العاق لوالديه ملعون. اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني مع الأولين، منهم العاق لوالديه، معناه يستحق أن يعذب في جهنم ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن مات على الإسلام.